السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلنا بنقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لأن وقت قراءتها من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. طبعا يجوز قراءتها في أي وقت في الأسبوع، لكن هذا الوقت أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، لأن النبي هو الذي دلنا على ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثين صحيحين: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة تمام أضاء له من النور من مكانه إلى البيت العتيق، يعني إلى المسجد الحرام. وفي رواية: أضاء له من يوم الجمعة إلى الجمعة التي تليها. ففي إضاءة مكانية وإضاءة زمانية. لو أنا قاعد في أمريكا مثلا يضاء لي من النور لو قرأت سورة الكهف لحد مكة المكرمة لحد المسجد الحرام، ويضاء لي أيضا إضاءة زمانية من الجمعة دي للجمعة التي تليها بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنقرأ سورة الكهف. ايه السبب بقى؟ السبب الأول أنها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأسوة والقدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعض الناس يقولوا لي: بس في بعض أهل العلم يا شيخ محمود ضعفوا الحديث. أقول لك: أعلم من رأيت في حياتي في علم الحديث وهو العلامة الألباني مصحح حديث سورة الكهف في حديثين اثنين بفضل الله سبحانه وتعالى، فاطمئنوا إن شاء الله. يبقى أول حاجة بنقرأ سورة الكهف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحاجة التانية بقى؟ وهو ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة برضو، إن هدف سورة الكهف إن حضرتك وحضرتك تقوموا وتتحركوا عشان تفوزوا في الدنيا والآخرة، لأن اللي بيقف مكانه بيخسر كل حاجة. السورة ديت فيها قصص كثيرة بفضل الله، فمنها مثلا قصة أهل الكهف، وقصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام، وقصة ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة. في قصة أهل الكهف اتحركوا من أجل الدين، حفاظا على دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وحفاظا على عقيدتهم، خوفا من بطش ذلك الحاكم الظالم الذي كان يدعوهم إلى الكفر عياذا بالله. طيب، وفي قصة سيدنا موسى والخضر كانت حركة من أجل العلم ومن أجل طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي قصة ذي القرنين كانت حركة من أجل الإصلاح في الأرض وإعمار الأرض ومن أجل الدعوة إلى الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك طول ما احنا بنقرأ مثلا في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر نلاقي كلمة فانطلقا. انطلاق، مفيش وقوف، في حركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما نقرأ في قصة ذي القرنين نجد قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. بيتحرك، لف الكرة الأرضية من الشرق للغرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني سورة الكهف حبايبي بالإضافة إلى أن قراءتها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسالة اللي جواها: قوم واتحرك، ما توقفش مكانك. قوم اتحرك لخدمة دينك ولخدمة عقيدتك ولخدمة دعوتك. قوم اتحرك لخدمة بلدك ولخدمة الدنيا كلها وإعمار الأرض. قوم اتعلم وطور نفسك علشان يبقى ليك بصمة في ذلك الكون. ده الهدف من قراءة سورة الكهف. أولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة الثانية قوم واتحرك، ابذل جهد لخدمة الدين وخدمة الدعوة ولإعمار الأرض وخدمة الناس من حولك، وخلي ليك بصمة في هذا الكون. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.